السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أحلى متابعين في منوعة أم محمد الرفاعي، وجزاكم الله عنا كل خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصلى عليه يا ربنا في كل وقت وحين. صلوا على الحبيب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها يا كريم. قولوا آمين. النهاردة جايبة لكم حاجة كده هي سهلة وبسيطة لفك السحر اللي معمول لها سحر أو مخطية سحر. انت هتفكيه بنفسك وبحاجة بسيطة جدا وكله من القرآن الكريم. ويلا بينا نخش الفيديو ونشوف هنعمل ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زي ما قلت لكم هتفكي لو انت معمول لك سحر او معمول لحد من اولادك، هتفكيه بنفسك بحاجة بسيطة ومن القرآن الكريم. زي ما قلت لكم قبل كده لازم تشغلوا سورة البقرة على طول في البيت او الرقية الشرعية. لو ما كانش شغال القرآن يدني شغال في البيت على طول حتى يطهر البيت من كل حاجة. يلا بينا نشوف معانا ايه النهاردة وايه هنعمل ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ده ورق سدر، انا جبته كام مره اهوت، بس احطه على اسيبه في المطبخ في الجو الحر دوت، اقوم الصبح الاقيه ناشف كده. سبحان الله، ولما كنا عايزين ننشف حاجه مش هتنشف بالسرعه دي. المهم ده ورق سدر، ورق سدر اهو. اللي تجيبيه من عند العطار او تجيبيه اخضر يكون افضل وتعمليه في ساعتها، واقول لك هنعمله ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. زي ما قلت لكم ده ورق سدر، ويفضل ان هو يكون اخضر، بس انا بجيبه بلاقي تاني يوم ينشف على طول قبل ما اسجل. سواء اخضر او ناشف كده كده هيتغلي في الميه. تغليه في كوبايه ميه، تاخدي 7 ورقات منها هتغليهم في كوبايه ميه. وبعد كده بعد ما تغليه كوبايه الميه ديت هتسيبها تبرد، وهتزوديها بالكميه اللي انت عايزاها او اللي تقضيكي في اللي انا هقول لك ازاي تعمليها وازاي تستخدميها. الاول بعد ما نغلي الميه بورق السدر دوت هنقرا عليها الايات اللي هقول لك عليها دلوقتي. هنقرا سوره الفاتحه كامله، سوره البقره لو تقدري تقريها كامله على الميه يكون احسن. مش هتقدري تقريها كلها، هقول لك الايات اللي هي ايه مهمه فيها ان انت يعني ان انت تقدري تقريها وتكون سهله عليكي. اول 5 ايات في سوره البقره، والآية قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. هتقولي الآية دي كلها. الآية دي رقم 102 في سورة البقرة في الجزء الأول. وبعد كده هنقول آية الكرسي كلها، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخر الآية. الآية دي رقم 255 في الجزء الثالث، في أول صفحة في الجزء الثالث في سورة البقرة. وآخر آيتين في سورة البقرة من أول قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر سورة البقرة. هما آيتين 2. يبقى كده زي ما قلنا هناخد أول 5 آيات، وبعدين وما تتلو قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، الآية رقم 102، وآية الكرسي، واخر ايتين في سورة البقرة. هكتب لكم ده كله في الوصف، هكتب لكم الايات كلها في الوصف علشان إيه ما تنسوش. وهنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معلش اصل التليفون وقع. هناخد كمان سورة يونس، هناخد آية رقم 200 آية رقم 81، والآية اللي بعدها رقم 82.
اللي هي قوله تعالى، من أول قوله تعالى فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إلى آخر الآيتين. آية رقم 81 وآية رقم 82 في سورة يونس. هتقريها على المية. هتقري كمان سورة الجن كلها، وسورة تبارك كلها، سورة الإخلاص والمعوذتين اللي هي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. دول كلهم، كل الآيات ديت إن شاء الله هكتبها لكم في الوصف علشان اللي ياخدها سكرينة أو اللي متضررة من سحر من حسد من أي حاجة تعملها. بس أنا عايزة تكرار، مش تعمليها مرة وتقولي خلاص، لحد ما تبان النتيجة وإن انت تبقي كويسة أو اللي معمول له السحر يبقى كويس بإذن الله تعالى. ودي مش هقول لكم ربنا ما ينفعش معاه نجرب معاه، لا، تبقي على يقين ان القرآن هو اللي هيشفيكي من ده كله. لا تروحي الدجال ولا تروحي ولا يقول لك شيخ ولا يقول لك لاي حاجه، لا، هتعالجي نفسك بنفسك في قلب البيت وكله من القرآن الكريم زي ما قلت لنا. هنعمل ايه بقى في الميه ديت؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الميه زي ما قلت لكم هنغلي 7 ورقات وهنقرا عليها الايات اللي انا قلتها لكم ديت. هتزودي الميه بكميه كبيره، هتاخدي من الميه دي ازازه هتشربي منها طول اليوم، وباقي الميه هتغتسلي بيها. اللي هو المسحور، الشخص المسحور هيغتسل بيها وترشيها بين الحيطه، يعني حوالين الحيطه كده، حوالين الحيطة، ما تترميش في الحمام عشان دي مقرأ عليها قرآن. ترشيها حوالين الحيطة ولا حد يدوس عليها، ماشي. والتكرار تكرريها على قد ما تقدري، وإن شاء الله ربنا يشفي ويبعد كل سحر ويشفي كل مريض بإذن الله تعالى يا رب العالمين. وزي ما قلت لكم في الأول والآخر، ما يقدر على الشيطان إلا اللي خلقه، واحنا معانا ربنا إن شاء الله. واللي كان هما معاهم الشياطين فاحنا معانا ربنا، وما يقدر على الشيطان إلا اللي خلقه. ولازم نعالج نفسنا بنفسنا، لا تروح للدجال ولا مشعوذ ولا لأي حد. احنا معانا ربنا ومعانا كتاب الله، ولازم القرآن يكون شغال على طول في قلب البيت وزي ما قلت لكم. ويا رب تستفادوا من الفيديو ولو بمعلومة بسيطة. انا مش محتاجة منكم اي ولا هقول لكم لايك ولا بتاع، لا، انا محتاجة منكم دعوة من بظهر الغيب، من ظهر الغيب تدعوها لي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.